في منتصف الرقبة خلف تفاحة آدم مباشرة. أتعيش غدة صغيرة ذات مظهر هادئ لكن أهمية ضخمة؟ نعم، نحن نتحدث عن الغدة الدرقية، تلك الزعيمة غير المرئية التي تلعب دور المحرك الرئيسي لجسد الإنسان. أوه، قد تظنون أنني صغيرة بحجمي، لكن لا تخدعكم مظاهري. أنا الحاكمة السرية لجسمكم، أقرر طاقته، تنظيم ضرباته، حرارة الجسد، وحتى كيف تشعرون. الغدة الدرقية تفرز هرمونات رئيسية T3 و T4. هذه الهرمونات هي بمثابة وثيقة التشغيل التي يعتمد عليها الجسم. كل خلية وكل عضو ينتظر تعليماتها بفارغ الصبر. ولكن ماذا يحدث عندما تفقد الغدة السيطرة؟ أحيانا قد تبدي نشاطا مفرطا، وأحيانا أخرى تصاب بالخمول القاتل. أولا، فرط نشاط الغدة الدرقية هايبرثايرويدزم. هيا استهلكوا الطاقة، زدوا ضربات القلب، لا وقت للراحة. في حالة الإفراط في النشاط يواجه الجسم أعراضا مثل سرعة ضربات القلب، فقدان الوزن بالرغم من الأكل، عصبية وتوتر، تعرق مفرط وجحوظ العينين. أما الحالة الثانية، قصور الغدة الدرقية هيبوثيرويدزم. دعونا نتباطأ، الراحة ضرورة الآن. قصور الغدة يتسبب في أعراض مثل زيادة الوزن، شعور دائم بالإرهاق، برودة الأطراف، تساقط الشعر، اكتئاب، وبطء التفكير. عندما تختل وظيفة الغدة قد تتضخم وتصبح مرئية، وهذا ما يسمى بالدراق جويتر. لا تقلقوا، أحيانا يكون تضخمي حميد وبريء، لكن هناك حالات أفرط فيها بإنتاج الهرمونات، وهنا يصبح الخطر حقيقيا. أسباب التضخم تتراوح بين نقص اليود في الغذاء، أمراض المناعة الذاتية كجريفز وهاشيموتو، أورام حميدة أو أكياس، تأثير أدوية معينة. ولكن ماذا عن تلك الأمراض المناعية التي تستهدف الغدة الدرقية؟ لقد صنفت أمراض كجريفز على أنها سبب رئيسي لفرط النشاط، حيث يهاجم الجهاز المناعي الغدة بشكل مفرط يدفعها لإنتاج كميات ضخمة من T3 و TFA. أما في هاشيموتو يحدث العكس تماما، حيث يؤدي الهجوم المناعي إلى تدمير أنسجة الغدة، ما يتسبب في قصور وظيفتها. بدون هرمونات الغدة نحن مثل عمال بلا مدير. في النهاية، الغدة الدرقية تنظم معدل الأيض، ضربات القلب، النمو والتطور، الحالة النفسية والعصبية. باختصار، هي محرك الطاقة الرئيسي لجسد الإنسان، دونها تتوقف الحياة الطبيعية كما نعرفها. نعم، قد أكون صغيرة الحجم، لكنني صانعة الفرق في حياتكم اليومية. هل أحببتم رحلتنا الصغيرة إلى داخل أجسادكم؟ تذكروا أن العلم ممتع، ونحن ماضون في استكشاف المزيد من عجائب جسم الإنسان. اشتركوا الآن في قناة باستور بوت للعلوم والمعارف، لأن العلم معنا يصبح أكثر جمالا وإثارة. باستورة للعلوم والمعارف، العلم صار ممتعا.